السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة عمل الرز بعدس او الكشري الاسكندراني. هنجيب كوباية من العدس وكوباية من الرز و5 فصوص توم وبصلة مبشورة وملح وصلصة و4 بيضات. الصلصة ممكن تستخدمي صلصة او ممكن تستخدمي طماطم مضروبة في الخلاط. اول حاجة هجيب معلقة زبدة وشوية زيت وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الزبدة تسيح. وهغسل العدس كويس جدا 4-5 مرات كده هو والرز لحد ما اتأكد ان المية بتاعتهم نظيفة تماما. لازم المية تبقى نظيفة كده لونها ابيض كده، يعني لان العدس بيحتاج غسيل كتير. بعد كده هخلط عليه الرز وانزله على الزبدة. هقلبهم مع بعض كويس. كوباية العدس بتاخد 1.25 كوباية مية، ومقدار الرز بياخد قده مية، فهحط 2.25 مية على الرز بعدس. المية طبعا يفضل ان هي تكون مغلية وسخنة. بعد كده هقلبهم مع بعض كويس وهحط عليها شوية ملح حسب الرغبة. انا حطيت ربع معلقة ملح. بعد كده هغطي عليهم لما المية تغلي، ولما المية تغلي هوطي النار. بعد كده هحط بقى معلقة زبدة وعليها برضو معلقة زيت. بعد كده هجيب التوم اللي انا فرمته حوالي 5 فصوص توم، هحطهم واقلبهم مع الزبدة كويس. بعد كده هجيب معلقة من الخل واحطها على التوم. بعد كده هنزل بالطماطم اللي مضروبة في الخلاط او المعلبة حسب المتاح عندك، وهقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هحط البهارات بقى، هحط ملح وفلفل وكمون. هحط ربع معلقة بس من كل حاجة، وكمون وكزبرة، ملح فلفل كمون كزبرة مع ربع معلقة من كل حاجة.
وبرضو هحط نص معلقة سكر صغيرة. بعد كده هقلبهم واسيبهم يتسبكوا مع بعض. في حلة تانية هجيب معلقة زبدة وعليها معلقة من الزيت، واقلبهم مع بعض كويس لحد ما الزبدة تسيح. هسلق البيض، هعمل بيض مدحرج. فهسلق البيض، وعندي البيضة اللي هي التايمر اللي هو بيقولي الوقت بتاعت البيض بيستوي بعد قد ايه. يعني لو انتي بتحبيها نص سوا او بتحبيها سوا كامل، البيضة دي بتوضح بعد شوية. زي ما احنا شايفين بنلاقي نص البيضة اتلون باللون الابيض، يبقى هي كده استوى نصها. كده استوت 3/4 البيضة. كده اول ما يبقى لونها ابيض تماما يبقى كده معناها ان البيضة استوت بنسبة 100%. هشيلها بقى من المية السخنة واحطها في مية ساقعة، وبعدين اقشرها واحمرها في السمنة اللي انا سيحتها. هغطي جنب واحد بس من الحلة علشان بس ما تطرطش عليا. وبعد كده كل شوية ادخل اقلب البيض شوية من كل اتجاه علشان يتحمر. لما لقيت ان الجنب اللي تحت احمر جيت اقلبها على الجنب التاني. وبعد ما حمرتها من الجنبين هشيلها من على النار. في نفس السمنة هروح جايبة البصلاية اللي انا مقطعاها حلقات وهحمرها في الزبدة. انا عايزة البصل يتحمر زي الكشري كده بالظبط، يبقى لونه بني، فهفضل احمر فيه لحد ما يبقى لونه بني. كده الرز بعدس استوى بعد ما سبته حوالي 20-25 دقيقة. والصلصة كمان استوت، سبتها 10 دقايق. كده الاكل جاهز. هبدأ بقى ارصصه في الطبق. هحط بولة من الرز بعدس واحط عليها البيض المدحرج. بعد كده احط الصلصة والبصل المحمر على الوش. بس كده، هي دي كانت حلقتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. تصبحوا على خير.